عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تبقوا بخير. في سؤال دايما بيتسأل لي من اكتر من حد اللي عايز يسافر من مصر. بيقول لي انا عايز اجي على عقد عمل الامارات، وهل مضمون لو انا جيت زيارة وما جيتش على عقد عمل ان انا هلاقي شغل ولا لا؟ انا كاحمد عن نفسي بنصح ان لو حد عايز يطلع على عقد عمل ان هو يختار السعودية. ليه؟ لعدة اسباب. السعودية اول حاجة ما بتحتاجش انجليزي قوي، في عقود عمل بتطلع برواتب كويسة، السكن والمعيشة فيها رخيصة. ده بناء على تجربة صحابي اللي انا بكلمهم وبتواصل معاهم دايما في السعودية، وبناء على تجربتي هنا في الامارات. هنا في الامارات لو طلعت على عقد عمل من مصر، بعض الشركات بتكون بتنصب، وبعض الشركات التانية بتطلع الصنايعية اللي هم الحرف، وبتطلع شغل على أمن، وبيبقى رواتب قليلة، عدد ساعات كبيرة. آم، وفي المعمار وكده في الحر هنا الدنيا بتبقى صعبة وبيبقى تعب. فبالنسبة للناس الصنايعية يشوفوا شركة موثوق فيها ويطلعوا اوكي ماشي. بالنسبة للناس اللي عايزة تشتغل سيلز، تشتغل خدمة عملاء، تشتغل في شركات، موضوع عقود العمل هتبقى صعبة. احسن لك تيجي زيارة. هتيجي زيارة طيب لقيت شغل ولا لأ؟ مش مضمونة. 50-50. يعني انت لو هتسافر زيارة ما تضيعش تحويشة عمرك علشان تيجي الزيارة دي. اعمل حسابك ان انت رايح تتفسح، رايح رفاهية. لقيت شغل ماشي، ما لقيتش شغل خلاص. انما تبقى مضيع كل الفلوس اللي انت حوشتها عشان تيجي فما تلاقيش شغل، فتكتئب، فتتضايق، فتبقى مش عايز تنزل مصر علشان ما عملتش حاجة، وتخالف وتعمل مشاكل ونفسيتك تتعب. وفي ناس بتعمل حاجات هنا ما تتخيلش ان هم ممكن يعملوها من كتر ما هم نفسيتهم تعبانه، لان هم اتداينوا علشان يسافروا وصرفوا تحويشتهم، وبيتهم قاعد من غير فلوس، ومراته وعياله ضاغطين عليه عايزين فلوس فبلاش. انت لو الموضوع مش هيبقى بالنسبه لك الزياره دي رفاهيه، مبلغ زياده انت مش عايزه، ما تسافرش. خليك في شغلك، خليك في حياتك لحد ما تلاقي حاجه مضمونه.